مرحبا واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين اينما كنتم. الفيديو تاع اليوم راح ندير لكم رايي في المؤثره والمغنيه نوميديا للزول. نوميديا للزول الممثله والمغنيه والمنشطه الجزائريه. من ناحيه الغناء نعتبرها فنانه ونعطيها العلامه الكامله اللي هي 10/10 من خريجين اكاديميه الحان وشباب لعام 2013. ولات معروفة فترة قصيرة بسبب صوتها الجميل، ودارت بزاف أغاني وعملت مع فنانين منهم سول كينغ وديدين كارون يعني ديدين كلاج، وتعتبر يعني من المغنيين الجزائريين الشابين اللي صوتهم شباب، ونتمنى لها التألق والنجاح والمزيد من النجاحات. من ناحية التمثيل نشوفها عفوية ومتمكنة في التمثيل سواء في الكوميديا ولا في الدراما. من أعمالها بوزيد داي طيموشا بابور اللوح، وإن شاء الله نزيد نشوفها في أعمال أخرى نمدلها علامة 8/10، يعني نشوفها متمكنة وكل واحد دو رايو، وبالك تزيد تقدم أعمال أخرى وجميلة في رمضان. من ناحية التنشيط قدمت حصص وحبيتها فيهم، يعني تقدمت وتنشطت بطريقة هايلة. حصص على الغناء تعاملت مع فنانين وممثلين وبزاف اللي عجبتهم. نعطيها العلامة الكاملة اللي هي 10/10. من ناحية الزين نوميديا للزول الله يبارك يعتبروها الكامل بلي شابة، واعطيها علامة 10/10. من ناحية المواقع بالأخص الانستغرام أنا ما نشوفهاش مؤثرة، نعتبرها فنانة تمتلك على الانستغرام 7,2,2 مشترك، من أشهر المؤثرين في الجزائر، يعني هي عندها أكثر عدد متابعين في الجزائر. وتعجبني في حاجة نوميديا للزول كفنانة، يعني في الانستغرام جامي تشوفيها دخلت في البوليتيك، يعني في القيل والقال، نعتبرها فنانة بمعنى الكلمة. نتمنى الفيديو عجبكم، ما تنساوش تابونيوني وتعطوني رايكم في لي كومونتير، واذا عجبكم هذا النوع من الفيديو نعود توجور نبارطاجي معكم، وخلوا لي اسم الفنان والفنانه لكم حابين نمدلكم رايي فيهم. نتلاقاو فيديو جديد، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم.